بصوا بقى العرقسوس الخطير دوت. هو جاي لكم اخر يوم في رمضان، لان خلاص بقى اخر ايام رمضان ديت، واخر مره اعمله تاني. يلا نشوف بقى يلا نشوف كده عملناه ازاي. هنا جبت عرقسوس زي ما انتم شايفين كده، يعني نص الربع تمن يعني يعتبر، وحطيت عليه معلقتين كربوناتو صغيرين كده، وايه، وقلبتهم حلو الاول بالكربوناتو، وبعد كده بقى حبه ميه، سنه ميه صغننه قوي اكنك بتعجني عجينه. اسهل عرقسوس في الدنيا والله. بس كده حاولت ان انا ايه، انا اديب من الميه كده حبه 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 حبه، ولازم اخلي الميه تشرب منه كله، يعني هو يشرب ميه كله كله، ما سيبش حبه كده ناشفين خالص. اهو زي ما انتم شايفين كده شربت العرقسوس الميه كلها والكربوناتو عليه، وشكرا، مفيش اكتر من كده. غطيته بقى بحته شيفون عندي كده، لازم تكون مخرمه كده عشان تديله هوا، وسبته عندي قدام الشباك في المطبخ، وخليته بقى يتهوى مع نفسه. اهو كده بصوا بقى نشف ازاي وبقى حلو. حطيته في حته الشيفون دي كده زي ما انتم شايفين، طبعا مغسوله ونضيفه، وعلى طول بقى على شفشق ميه عادي خالص، ميه ما فيهاش اي حاجه، وشكرا. هو ده العرقسوس يا جماعه والله. بصوا سبته ساعه بقى لونه تحفة وطعمه تحفة وكل حاجة، ولا عملت فيه اي حاجة تاني. لازم طبعا عصوره حلو كده عشان تنزل بقى ايه البهاريز بتاعته كده في قلب العرقسوس كله ينزل. اهو، وهو ده شفشق العرقسوس. هنا بقى هصبه كده من فوق قوي عشان اعمله رغاوي بقى كده زي بتوع بره. اشمعنى يعني بتوع بره؟ شايفين احلى كوبايتين عرقسوس عملناهم، احلى عرقسوس قصدي شفشق عرقسوس عملناه. يا رب يكون عجبكم الفيديو، واقول لكم باي باي.